قبل ما نبدأ في الملخص اللي أول مرة يشوفني يشترك في القناة ويفعل الجرس وما تنسوش اللايك عشان بيفرحني. يلا بينا نبتدي. بتبدأ قصتنا مع شاب وسيم طول بعرض حاجة كده عشريناتي بتجري على الطريق. اوعى تكونوا صدقتوا اللي قدامكوا ده جيانج وبقاله 100 سنة عايش. والله أنا عملت زيكوا كده في الأول. أول ما عرفت جيانج غني جدا وعنده شركة أزياء بتاعته ورثها من والدته، ودي بقى بطلتنا شاهو، بنت عندها مرض نادر وفضل لها سنة وتموت يا عيني. ياخد ديها من اللي عندك وتاخد سنينك وسنين غيرك. المهم ان بنتنا شاو قررت في السنه دي تجمع فلوس وتديها للمدرس بتاعها، ومن حظها الهباب ركبت نفس الباص اللي كان راكب فيه جيانج. وكان في الوقت ده جيانج بيتكلم مع واحد في الباص عن المرض اللي اتصاب بيه هو واللي معاه من زمان، لانه كان الدكتور المعالج ليهم في الوقت ده لكنه اختفى. لكن الراجل ما اعترفش وقامت خناقه بينهم، ولما حب الراجل يهرب من جيانج معرفش، وقعوا هما الاتنين في الميه. وشياو كانت شايفه كل اللي حصل. بعد ما قدرت تهرب من الباص كانت مرعوبة، واما راح المستشفى هو والشخص اللي معاه كانوا ميتين واتحطوا في تلاجة الموتى. وراحت له البطلة وقالت له انها بتشكره انه انقذها وهتحضر جنازته. في الوقت ده صحي جيانج من الموت وكان متحول لمصاص دماء. ولما راحت له الشاو حست بحاجة غريبة وفجأة هاجمها، بس قدرت تهرب منه. وعلشان صحابه في المكتب يداروا عليه خلوها يغمى عليها قبل ما تكلم حد وتقول له، وعلشان يوقفوه ضربوه بسكينة في قلبه. واول ما فاق قال لهم يسيبوها في حالها. واما فاقت شياو فضلت تدور عليه في كل حته، وفي المستشفى قالوا لها ان اهله استلموا جثته. وعرف جيانج انها جات له الشركه وسالت عليه، وقال للمساعد بتاعه لازم ياخدوا بالهم علشان ممكن تيجي تاني. وكانت شياو في الوقت ده بتشرح جثه الشخص اللي مات في الحادثه، وحاسه بحاجه غريبه وهي ان دي مش اعراض جثه ميته غرقانه. وفي يوم كانت الشركه عندها عرض مهم جدا، وكانت شياو في الشركه مع صاحبها بيوصلوا طلبات ليها، فاستغلت الفرصة وفضلت تدور على جيانج في كل حتة. كل ده وهو اصلا شايفها. وقال للمساعد بتاعه يعطل الاسانسير، وريني بقى توصلي لي ازاي. واما صعبت عليه قال اما فك عنها حبة وشغل الاسانسير ووصلها لمكتبه كمان. لكن جه في اللحظة دي وبدأ يتحول. ده انت حظك فقر. لكن الغريب انها اول ما شافته فرحت انه لسه عايش، وده خلى التحول يقف. ايه ده، انا شكلي عندي احاسيس ولا ايه؟ قالت له شاو انها بتدور عليه لان عندها مرض هيخليها تموت قريب، وما انك كنت ميت وصحيت فعايزك تعالجني عشان افضل عايشه مع اهلي وحياة امك. وقالت له انها مستعده تعمل اي حاجه مقابل انها تعيش، فوافق بس بشرط انها تاخده معاها للمشرحه يشوف جثه الراجل اللي مات. واخد منه شويه عينات وسابها ومشي. وفي الوقت ده كان في ناس غريبه هجموا على شياو في المستشفى، لكنه رجع وانقذها لانه شايفهم في مرايه العربيه، واداها رقم تليفونه وقال لها من الاحسن ما ترنيش لاني مش هرد عليكي. وتاني يوم كانت واحده من المرضى بتحكي لصاحبة شيهو ان في مستشفى بناها راجل ياباني عشان تعمل تجارب على البشر، بس طبعا ما حدش صدقها خالص. وفي يوم قال جيانج للمساعدين بتوعه انه عايز شيهو تفضل جنبه دايما لان وجودها بيمنع تحوله في نص الليل. وراحت شيهو الشركه ودخلت ولكنها صالت بيتهم، فقال لها ايه يا بهيمه ما تعرفيش تخبطي. وكان كل ما يحس انه هيتحول يمسك ايدها، فقالت له انت عارف ان ده اسمه لا مؤاخذه تحرش. فقال لها فكك، هديكي كل 10 دقايق امسك ايدك فيها 100 يوان. قالت له لا، لو هنحكي في الكتمنص يبقى 5%. فوافق فعلا. وبعدين سابته وراحت لصاحبتها، وهم طالعين في الاسانسير عيطل بيهم اصل الفقري فقري. فنزلوا في دور غريب اول مره يشوفوه ما كانش فيه حد خالص. واكتشفت شياو ورق بيتكلم عن مرضها فاخدته. وجه واحد في الوقت ده وخرجهم. رجعت لجيانج تاني، اما وقتها مع خلص اداها فلوس. قالت له بس انا عايزه حاجات تانية. قال لها لا بقولك ايه، الراجل مننا ما حلتوش الا شرفه. فسابته ومشيت. وتاني يوم قالت شياو لجيانج انها عملت قائمه حاجات عايزه تعملها كده قبل ما تموت. فقال لها بصي يا بنتي انا راجل بتصرمح في الشوارع، وبسبب خفه دمها وروحها اللطيفه وافق. وتاني يوم راحوا المول سوا، وكان المساعدين بتوعه بيراقبوه في كل مكان. وكانت البنت بترخم عليه بكوفيه عشان تسيب شعر منه فيها. وكانت صاحبتها الدكتوره ماشيه وراهم بتاخد اي حاجه فيها اثر جهنج. والمساعدين بتوعه خدوا بالهم من اللي صاحبتها بتعمله، فراح واحد منهم وفضل يتمحلس لها لغايه ما سرق العينات منها علشان ما تكشفش جيانج. وبعد اللي حصل كانوا مساعدينه ضد انه مخليها تفضل شغاله معاه، لكن جيانج مصمم ما يسيبهاش. وتاني يوم جابها المكتب تسمع معاه اغنيه انت عبيط يا اسطى مسيبني حالي ومالي عشان كده، وسابته مشيت. وهي ماشيه كانت النجفه تقع عليها فانقذها. وبعدين قال لها انت مين وراكي؟
لي عايزة تاخدي عينات مني، وكان فاكر انها عملت الحوار ده كله عشان تاخد منه عينة دم. فقالت له كل اللي في دماغك غلط، انت بس بتحور عليا وانا عايز اعرف حقيقتك، وكمان اتاكد اذا كانت الحادثة اللي حصلت دي قضاء وقدر ولا انت مرتبها، لانها مش واثقة في نهائي. وقالت له كل واحد من طريق، وبدأ جيانج قلبه يوجعه فجري غرق نفسه في المية. وفي يوم كانت شياو في المول مع اصحابها وبيشتغلوا، ولاحظت ان جيانج بيراقبها، فطلعت قالت له بطل لف ورايا لاني مش هقولك اي حاجة انت عايزها، وسابته ومشيت وراحت مع الدكتور زميلها للمستشفى المشبوهة اللي بتعمل اختبارات على البشر. وهناك لقت الدكتور ودخلت له بحجة انها مريضة، لكنه شك فيها خصوصا بعد ما سألته عن رخصة المستشفى، وكان لسه هيحاول يخنقها، لكن دخل الممرض وقال له ان في حاجة في المستشفى وطلع يجري. ولما جريت وراه شياو زقها وكان هيوقعها من فوق المبنى، لكن ظهر جيانج وقتها وانقذها سبحان الله. واما حاولت تفوقه بدأ يعمل حركات غريبة. لما شافت شياو اللي حصل اغمى عليها، واما فاقت كانت خايفة منه، فقال لها ما تخافيش كل دي تهيؤات، ايه اللي وداك المستشفى؟ قالت له انها راحت علشان تدور على الدواء بتاعها هناك، فقال لها لو لمحتك هناك تاني هولع فيكي، وسابها ومشي. وفي يوم جت جدة جيانج وقالت لهم انها عايزة معلومات عن شياو علشان يوقفوا انتشار فيديو جيانج وهو بيتحول. وبعدها راح واحد من مساعدينه اخد شياو معاه وحكى لها قصة جيانج، وانه بسبب خطف تشينغ قعد 3 شهور في المستشفى وفكروا مات لكنه رجع تاني. وبعدها وصلوا البيت الجدة وقالت لها الجدة ان جيانج مصاب بمرض الخلود، وطلبت منها تروح تعيش معاه في نفس البيت مقابل انها تديها وثيقة تأمين على حياتها. ووافقت طبعا. وتاني يوم راحت بيته، فكان مستغرب ايه اللي جاب النكرة دي بيتي، وعرف انها جاية بأمر من الجدة فتعصب ومشي. وبدأت بقى حياة العند منهم، وما كانش طايقها وقرر يوريها النجوم في عز الظهر، وعرفها انها هنا هتعيش خدامة وبس. وجات شياو تنام، فضلت تسمع اصوات غريبة، فدخل عليها ويليام واداها سماعة قال لها حطيها في ودانك واتخمدي، تقريبا محدش طايق خالص. تاني يوم كانت مبهدلة الدنيا في الشقة وعاملة له جلد ضفادع وحوار، فقال لها ويليام انها لازم تخلص من الحاجات الغريبة اللي جاياها في الجنينة دي. وكان في الوقت ده جيانج في الجنينة وشاف بطة وهي بتجري وراه والواد بيجري. والله عيب عليك مصاص دماء زيك يعمل كده، قال خايف من بطة قال. وكانوا التلاتة في البيت هيتجننوا من البت على الاخر. واما رجعت شياو شغلها كان في بنت اتعمل لها عملية زراعة قلب قبل كده، وكانت عايزة تعرف من شياو مين اللي اتبرع لها، بس رفضت تقول. فراحت صاحبة الدكتور من المستشفى علشان يتقرب من شياو اكتر، بس صدتها وقالت لها انهم مش صحاب. وطبعا هي عملت كل ده عشان توصل للكمبيوتر وتعرف المتبرع مين. وحاولت شياو كتير انها تعرفه ان البنت دي مش كويسة، لكنه ما صدقش غير اما ادته الصابونة وفضل حزين كده. فرجعت للبيت وهناك عرف جيانج ان شياو ضميرها مأنبها على صاحبها، ولما راح يكلمها طلبت منه المساعدة، فقال لها ساعدك بس بشرط تسيبي البيت. قالت له انت عبيط يا ابني، بيت ايه اللي اسيبه ده؟ انت حتى ما معكش ورق يثبت ان ده بيتك عشان تمشيني منه. اخلص هتساعدني ولا لا؟ وما تقلقش يا عم مش ببلاش، هعتني لك ببشرتك. فوافق واخدها مع الشركة تاني يوم وجاب لها كل المعلومات عن البنت اللي ضحكت على صاحبها، وانها مريضة قلب من صغرها وانطوائية وعندها فوبيا ارهابي اجتماعي، لكنها كانت مستغربة ان كل الحاجات دي من بنت مش باين عليها نهائي. وتاني يوم شافها جيانج مع صاحبها وكان باين عليه الغيرة جدا. ايه وقعت يا جن ولا هتحن؟ واما شافته قالت له اهدى، جاي تقابلني وجايب لي وردة؟ قال لها سبحان الله ربنا واخد من طولك وحاطط في خيالك. اكيد لا، تعالي هنروح مشوار. وراحوا يزوروا مقبرة واحد صاحبه كان معاه في الجيش، وكان المعلم بيدور عليها في الوقت ده وهي اصلا مع جانج في المشرحة، وبيجربوا وضع الموت يعني عشان اما تموت تشوف نفسها تبقى عاملة ازاي. الله عليكي. وفجأة تعب جيانج، لكن ازاي وشياء موجودة فمسك ايدها. قالت له طب مسك بمسك بقى، ما تيجي نرتبط يا ابني. بس عمل نفسه ميت. وبالليل قابل ويليام شياو وقال لها ان جانج من 80 سنة وهو عنده حراس ماشيين وراه في كل حتة، دلوقتي انت بقيتي الحارسة بتاعته، وخصوصا من 11 لواحدة بالليل تفضلي جنبه ما تفرقهوش، واما تبقي خبيرة في الموضوع ده هعينك حارسته رسميا. واما دخلها مكان سري، وطبعا هو بيضحك عليها انه هيوظفها، هو بس عايزها جنبه وخلاص، وهي كده كده مش هتستحمله هتسيبه وتمشي. ودخلت شياو تدور على جيانج وفجأة شافته، لكن وهو متحول مصاص دماء، وكانت مرعوبة فضل يجري وراها في كل حتة. لكن اول ما لمسته هدى جدا ورجع طبيعي، وعرف ان اللي دخلها هنا ويليام، وعمل كده علشان يبعدها عنه ويرجع هو الحارس بتاعه.
مصالحه وبيعمل كل ده عشان مصلحة اخوه. فقال لها انت بالنسبة لي زي المسكن وانا عايز العلاج تاني عشان ما تتأذيش. فقالت له بقول لك ايه يا اسطى، انا كده كده اتعودت على عبطك ففكك بقى، انا قاعدة على قلبك يا شفيك يا تموتني. وبعد ما خرجت شافت البت اللي ضحكت على صاحبها قاعدة مع خطيب البت اللي اتبرعت لها بقلبها، فقالت لصاحبتها وراحوا سكن الطلاب عشان يسألوا عليها، وعرفوا من صاحبتها في السكن انها بالليل بتبقى مخيفة وشفايفها زرقاء. في الوقت ده كان جيانج قدر يوصل لبيتها ويدخل عن طريق اخو صاحبه، وكلم شيا وقال لها ان البت اللي بيدوروا عليها طلعت مرضى نفسيا، وقال لويليام يروح يجيب صاحبة شياو عشان يحموها. ولما كلموا صاحب الكافيه اللي كان بتحبه كان فونه مقفول لانها خطفته، وعرف انها عايشة بقلب خطيبته وشخصيتها، لكنه رفضها وقال لها انت تان مش خطيبتي وان اللي في دماغك ده كله اوهام، وكانت هتقتله لكن جيانج وصاحبه انقذوه، وخدت شياو تان وودتها المستشفى تتعالج، ورجع لها الدكتور اللي كان بيحبها. وفي يوم كانت شياو عامله كيكه وبتحتفل بعيد ميلاد جيانج، فقال لها انه ملهوش في الكلام الفاضي ده وانه عيد ميلادها هي ولازم تتمنى امنيه. فقالت له تمنيت في الحب ومش هتيجي بقى ونجيب ميليجي، يعني انا يا بنتي بقالي 80 سنه عايش في الاخر هحبك انتي؟ طبعا لا، كل الحكايه انك اكتر واحده قربتي مني، طب ما تيجي نقرب اكتر. لا ده كده ما بقاش في مسافه خالص. وتاني يوم راحت المستشفى وعرفت ان زميلهم تعب جامد واغمى عليه ومن امبارح وهو سخن، وده بسبب انه شاف عفريت امبارح في المقابر. فقررت شياو تاخد شيفت بالليل، قال يعني هي اللي هتمسك العفريته. فجالها الشرطي بالليل وجاب لها اكل، اهو لو متي تموتي شبعانه. وهم قاعدين سمعوا صوت غريب وقدروا يمسكوا العفريته واللي هي اصلا واحده عجوزه ومريضه نفسيا اصلا، وكانت في المقابر بتزور قبر جوزها لانها ما بتقدرش تخرج بالنهار عشان مريضه. واخدتها هي والشرطي ورجعوها المستشفى، وعرف جيانج باللي حصل وكان غيران جدا من الشرطي. وبالليل رجعت شياو للبيت وكان جيانج بيسالها اسئله كتير قوي، وكان باين عليه انه بيحبها وكان متضايق قوي، وبداوا الاتنين يتخانقوا سوا. وفي نص الخناقه خبطها واحده بحبك، نسيتها الموضوع خالص وقلب على الترابيزه ومشي. وتاني يوم كان جيانج في مكتبه وفجاه تعب. في الوقت ده كانت شياو قاعده مع الجده اللي وظفتها رسميا كحارسه لجيانج لانه بيحاول كتير يخلص على نفسه. ورجعت شياو البيت ولقيته مغرق نفسه، فخرجته من الميه وقالت له انها بتحبه على الرغم من انها مش فاهماه بس هتحاول تفهمه، وطلبت منه دي فرصه تثبت له فيها انها بتحبه فعلا ومش بتكذب، وده اول اثبات اهو. وراح جيانج الشركه تاني يوم، واما شاف الشرطي سلم عليه بقرف وساله جيانج لو كان يعرفها، قالوا انها صاحبته المفضله. فقال له جيانج ان شياو مرتبطه وحبيبها هنا في الشركه، فقال له الشرطي قشطه مرتبطه ولا لا مش فارقه معايا بحبها برضه، فسابه ومشي. وبالليل ويليام رجع البيت وهو ساخن جدا وتعبان بسبب انه في المستشفى، لكن شياو قالت لجيانج ان ده ممكن يكون له علاقه بالست اللي جت المستشفى النهارده وعضت واحد من المرضى وتعبت برضه كده، او يكون ليها علاقه بالشخص اللي جيانج بيدور عليه. وشكوا ان ام كل الناس دي كانت خاضعه للتجارب البشريه اللي بتحصل في المستشفى التانيه. وتاني يوم راح صاحب جيانج المستشفى عشان يتابع حاله تاني المرضى نفسيا، فالدكتور قال له انهم اكتشفوا انها كانت بتاخد علاج غريب وهو اللي خلاها يبقى عندها انفصام في الشخصيه وهلوسه، بس محدش قادر يوصل للماده اللي مصنوع منها العلاج. واما قال لجيانج عرف منه انه بيدور على اي حد له علاقه بالمواد دي عشان يوصل لحجر فيه ماده اشعاعيه هي اللي هتخليه يبقى انسان طبيعي. وعرفت شياو في الوقت ده ان الجده اللي كانت مصابه بالكانسر خفت فجاه ولا اكن كان عندها حاجه، وكمان سابت المستشفى ومشي. فقالت لجيانج وكمان ادته العلاج اللي لقيته في اوضتها، وكان ظنهم في محله فعلا، وطلعوا يجروا على بيت بنتها لقوها عايزه تقتلها فرجعوها المستشفى. وتاني يوم كان جيانج مع المساعد بتاعه اللي قال له ان عنده مقابله مهمه مع شخصيه مشهوره في فندق كبير قوي ولازم تلبس زي رسمي. ولما عرفت شيها وكانت هتتجنن من الغيره، وعلشان ما قدرش تدخل المطعم ولا ان مش معاها دعوه كلمت الشرطي يخرجوا سوا عشان تقدر تدخل. وفجاه شافت جيانج وهو داخل مع العارضه الجديده وماسكه في ايده، وكان باين عليها جدا انها معجبه بجيانج. وطبعا شيها وكانت بتراقبه، ومشيت وهي حزينه جدا وغيرانه وشافت جيانج وهو خارج وكلمها بقرف. وطبعا كان كل اللي ورا الحوار ده ويليام هو اللي ادى الشرطي عضويه المطعم عشان يجيب شياه وتشوف جيانج مع واحده تانية وتسيبه. فاخدها جيانج وراحوا المكتب وزعق لها انها خرجت مع واحد تاني وكمان لابسه له فستان، ده انتي ما شفتكيش غير بلبس النوم. فقال لها انه لما كان مع البنت التانية حس انه انسان بجد فاتخانقت معاه وسابته. وتاني يوم ما كانوش طايقين بعض تقولش ضراير وكل واحد راح
شغله. وبعدها رجع جيانج البيت وقال لويليام ان شياو هتسيب لك البيت والشغل وتمشي. فراح يسألها تمشي ليه؟ قالت له مبدئيا مالكش دعوة، انا ايوه همشي. طب بتضحكي على ايه؟ قالت له مالكش دعوة برضه، انت حشورة قوي. وتاني يوم خرجت مع الشرطي واعترف لها بحبه، بس هي رفضت بشياكة وقالت له خلينا اصحاب احسن. وفي الوقت ده كان جيانج بيراقبهم وكان غيران جدا عليها. وفي يوم كان في حفلة سنوية للازياء في شركة جيانج، وطبعا كان كله معزوم. وراحت شياو وصاحبتها الحفلة، بس الجدة قفشتهم واخدتهم روقت عليهم، وما شاء الله اتعمل لهم اعادة تأهيل. كان فينك يا نينا من زمان، ده انا معرفتهمش. في الوقت ده شاف جيانج الشرطي وكالعادة شدوا قصاد بعض، وبعد ما سابه كانت العارضة لازقة فيه مش راضية تسيبه. اصل بص هشقطك يعني هشقطك. وبدأوا يرقصوا سوا. تسكت بنتنا، لا اكيد كده الستات بدأ. فاخدت الشرطي يرقصوا هما كمان سوا، وكان الكل واخد باله من الحرب اللي دايرة بين جيانج والشرطي، لغاية ما فجأة تعب جيانج فجريت عليه شياو عشان تطمن، فاخدها ومشي. وقالت له ازاي تعمل كده يا خاين؟ قال لها بعمل احلى من كده، حتى بصي وجي بيسها. وبكده نقول ان المية رجعت لمجاريها تاني. وتاني يوم كانوا عايشين دور الحبيبة سوا. وويليام خف يا حنين ورانا اكل عيش. وراحت شياو للمستشفى، وهناك اخدها الشرطي ووراها جثة الجدة اللي فجأة ظهر فيها بقعة غريبة. فسألها اذا كان ده بسبب الكانسر اللي كان عندها، فقالت له ان دي اثر ادوية ولازم نعرف مصدرها. وقالت لجيانج، وكمان سألت ضابط صاحب الشرطي اللي اول ما فكر يساعدها حصلت له حادثة. وبعدها راحت مراته تسأل شياو لو كانت تعرف جوزها ولا لا، وقالت لها على الحادثة اللي حصلت، بس كانت مستغربة جدا لان مراته بتقول انهم اتجوزوا من 8 شهور والظابط مع ابن اكبر من كده بكتير. وكانت لسه هتقول لها لكن ويليام قطع كلامهم واخدها معاه لان الجانج كان بيدور عليها والان. لكن الست ما سابتهاش وراحت لها تاني واتهمتها انها عشيقة زوجها. يا ست انت بالله عليكي ده منظر عشيقة. وسابت كل ده وفضلت شيا وتلف ورا زوجة الظابط عشان تقنعها توافق على التبرع باعضاء جوزها لانها ممكن تنقذ 4 اشخاص. لكن الست ما كانتش موافقة خالص، لكن قابلتها بعد كده وورتها علاج جوزها كان بياخده، وهو نفس العلاج اللي خدته الجدة وماتت. ففكرت انه عمل كده وتاجر في العلاج ده عشان يقدر يصرف على مراته التانية، وقرروا يدوروا على الزوجة التانية عشان من خلالها يوصلوا لتاجر الدواء ده. وتاني يوم في المستشفى كان الظابط مات، ووصلت شياها وقالت لها جرأة يا ولية ما تمضي بقى على الورقة دي، خلينا ننقذ الناس بقى. وفعلا مضت مكان بالاول، هو لازم نزعق. وعرفت في نفس الوقت ان جوزها ما كانش بيخونها وان ده ابن صاحبه وهو بيربيه لان والده مات. وبعدين حضروا جنازة الظابط ورجعوا البيت. كان عيد ميلاد جيانج، بس كان زعلان لانه بيكبر وشياو لا وهتموت، بس قدرت طبعا تاكل بعقله كلمتين. وفي يوم كان في حفلة لصاحب جيانج والكل كان معزوم، بس لازم كل واحد فيهم يروحوا مع حبيبته. فبدأ ويليام وليه يدوروا ويشوفوا مين هيروح معاهم، وطبعا الحبيب بتاعنا عارفين هيروح مع مين. واما كان جيانج وشياو بيختاروا فستان الحفلة، جات لها مكالمة ان الطفلة هربت من المستشفى. فراحوا الملاهي يدوروا عليها ولقاها جيانج وحقق لها امنيتها انها تركب القطر، لكنها بعد ما رجعت المستشفى ماتت لانها كانت مصابة بالكانسر في الدم. وبعد الحفلة ما خلصت راحت شياو المستشفى وعرفت بخبر موتها. واما جت تفحصها لقيت في جسمها نفس البقع الحمراء اللي كانت في ايد الجدة اللي ماتت، وبكده تكون الطفلة بتاخد نفس الدواء اللي خدوا الاتنين قبل كده وماتوا. فبلغت الشرطة، وبالليل قابلت الشرطة عشان تحكي له على اللي شافته في جسم الطفلة، بس كان في عربية في الوقت ده مراقباهم. ولما حاول الشرطي يهرب منها ما قدرش، فقال لها انه هيعد لغاية 3 وينطوا من العربية، لكنه خلاها هي بس اللي تنط. بس ربنا ستر وقدر يهرب من العربية بمسافات خفيفة. وما عرف جيانج طلب من صاحبه انه يعرف له مين اللي كان بيطاردهم، وقدر يوصلوا لمكانه فعلا. وطلع كان بيدور على الشرطي مش شياو، ولقوا صور ليه وكمان معاه الزهور اللي جيانج بيدور عليها عشان يخاف من مرضه. وده خلى دايما سرحان ومش مركز في اي حاجة. وتاني يوم جاله صاحبه وقال له ان لقيه المستشفى اللي متصور فيها الشخص اللي شافه في الصورة. فطلع يجري على المستشفى، وهناك بدأ قلبه يوجعه جامد. فحارس المستشفى قال له انه شاب لكن جسمه ضعيف، واي شاب بيجي هنا وطاقته ضعيفة بيحصل اللي حصل لك ده، وطلب منهم يمشوا من المستشفى. في الوقت ده كانت شياو شافت الصورة واخدت جيانج ودته المكان في الزهور اللي في الصورة، وكان الشرطي مديها لها هدية. ولما راحوا له قال لهم ان الزهور دي بتاعت رئيسه في الشغل تشينج اللي ماسك المختبر. فعرف منهم ان تشينج ده كان دكتور بس بقى مجرم هارب من بعد ما اتعرف انه بيبيع ادوية غير شرعية، وانه كان بيعمل الادوية دي من حجر نيزكي
وبيجربها على الناس المريضة، فدخلوهم المستشفى عشان يدوروا على الشخص ده، فلقوه بيحاول يقتل تشينج. ولما جه جيانج ينقذه اخد الضربة مكانه، لكن عادي ده هزار بالنسبة له، وقدروا يوصلوا للحجر النيزك اللي بيدور عليه جيانج. والاول ما شافه بدأ يتعب، وقال له الدكتورة انه اخد مواد من الحجر ده في جسمه خلته مش بيموت ولا بيتقدم في السن، وزي ما اخدها منها لازم يرجعها لها لانه زهق. حقك بقالك 100 سنة عايش، ده انا في العشرينات ومش طايقني. فالدكتور قال له قدامك 8 دقايق تفتح الحجر، بعد كده مش هتعرف توصل له تاني لان الشرطة هتاخده. وكانت شاو خايفة عليه جدا لا يموت، لكنها ودعته وخرجت. وكلم جدته وقال لها انه ليه الصخرة، والصخرة دي يا اما هتخليه عجوز او هيموت. وودعها وقفل، وبدأ الصخر يفتح ودخل له جيانج ومسكه، لكنه اغمى عليه. بس الحمد لله ابننا قام بالسلامة وبقى انسان عادي وكمان شاب. ابسط يا سيدي. لكن الصخر فجأة اختفى وحد سرقه، ولما رجعوا الأوضة لقوا كل اللي فيها مقتولين، وعرفوا ان الشرطي هو اللي سرق الصخر ومعاه الدكتور تشان. وقال لجيانج انه من 80 سنة هو دخل ارضهم المقدسة واخد من الصخور عناصر كيميائية مقدسة بتعالج الناس بسرعة، وانه عمل كل ده عشان يرجع العناصر دي، وفي نفس الوقت بقى هو عادي. وطلب منه ما يكلموش تاني ولا يدور عليه. لكن فجأة تعبت شيا وودوها المستشفى، وهناك عرفوا ان الشرطي ليه هو السبب في الدواء اللي بيموت الناس ويعمل لهم اضراب عقلي. وكمان عرفوا مكان المختبر بتاعه، وقرروا يروحوا القرية اللي فيها المختبر ويدوروا عليه علشان يوقفوا تجاربه. وقدروا يوصلوا للقرية، لكن لقوها فاضية وكل اهلها ميتين ومتعلقين في شجر. وبالليل جت ريح غريبة خنقت الحراس بتوع جيانج واغمى عليهم. واما خرجت شياو تشوف في ايه اغمى عليها واتخطفت، ولما فاقت لقيت نفسها في نفس مكان الصخور واللي معاها، فحاولت تهرب منهم. لكن فجأة ظهر ويليام وانقذها. بتاع المواقف الصعبة ويليام ده، وعلشان ينقذ شياو موت اللي معاه كله بسبب مضخة المية اللي فجرها. جدع يا ويليام، ما تشغلش دماغك تاني يا ابني. ورجعوا لبلدهم تاني بعد ما قدروا يوقفوا تجارب ليه المؤذية، وكمان اتحبس يلا في داهية. واتجوزت شياو جيانج وعاشوا سوا حياة سعيدة مع بعض. وانتهت القصة، واتمنى تكون عجبتكم. وانتظروني في الملخصات اللي جاية. لايك وفولو اللي جاي كتير. مع السلامة.